طعمة الرز بحليب الأصلية مو أي حدا بيجيبها. تعالوا خلينا نشوف كيف. المكون الرئيسي حليب كامل الدسم، لطعمة جدا 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 جميلة. ورق المليسة بيعطي طعمة رهيبة. برشة ليمون أو ورقة ليمون كمان بصير. معلقة صغيرة كتير ملح لزكاوة الحليب. رح ناخد الحليب على النار وبس يغلي ونشوف شو بدنا نساوي. لكل كيلو حليب فنجان من السكر وفنجان رز. الرزات نقعناهم هون بمي سخنة. وهلا بعد ما غلى عندي الحليب رح احط المكونات كلياتها: الملح، السكر، برش الليمون والمليسة. اخواني هدول صح منكهات، المليسة وبرش الليمون بيعطوا جدا 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 طعمة لذيذة، وتدعولي عليها ان شاء الله. رح ننزل الرز المنقوع نخليه يغلي مع الحليب ربع ساعة ومع المنكهات. هاي ملاحظة اختيارية من ناحية الماء زهر، هذا موضوع اختياري، اللي بيحب يحط ماء زهر. انا رح احط هالنقطتين هدول. هيك استوى عنا الرزات والحبة فتحت على المزبوط. شوفوا ما شاء الله سماكة الدسم فوق الوش. يلا خلينا نسكبهم. بدنا نسكبهم اخواتي. هيك بنكون وصلنا مع بعض لاخر الفيديو ان شاء الله اخواننا. هذا الرز بحليب بس اللي برد بندوقه باذن الله، رح تدعونا عليه. كان معكم اخوكم الشيف مأمون ابو الوليد. لا تنسونا من اللايكات والشيرات والحبشلكات.